الفيلم ده هيلعب بعقلك لدرجة انك هتشك في اقرب الناس ليك. النهاية حرفيا صدمت الملايين ومحدش قدر يتوقعها لحد اخر ثانية. جهز مشروبك اللذيذ ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا النهاردة إن بطلنا المقاتل بيروح المستشفى علشان يشوف والدته، ورايح بحراسة لأنه كان في السجن، بس بياخد خبر محزن جدا أول ما بيدخل من الباب، لأن والدته ماتت قبل ما يوصل يشوفها. وبيدخل معاه الحراس للمشرحة وبيبص على والدته لآخر مرة، وهنا مش بيتحكم في أعصابه وبيموت الحراس اللي معاه من الضرب وبيهرب من المستشفى. وبعدها بنشوفه رايح لحانة لكن الحراس بتمنعه لأن الدخول هناك بعضوية، فبيقول لهم إنه عضو هنا وبيدخل عافية، وبيقعد على البار ياخد كاس على اساس انه عضو في المكان، وبتقدم له المشاريب واحده اسمها بيز شغاله في الحانه. وراه بنشوف عصابه واحد اسمه لينكولن وقاعدين بيتكلموا مع بعض كلهم على لينكولن وهيد، ودول زعماء العصابه دي. وكان معاهم واحد اسمه روك لكنه مات. فواحد فيهم بيقول لهم اللي عرفوا ان روك كان جامد جدا. تون بيقوم عشان يشرح لهم مات ازاي لما كانوا واقفين في الشارع، وبيقول لهم ان واحد هجم عليهم وقطع ايد روك وضربه على دماغه، وكمان طلع يجري بس انا ما سبتوش وفضلت اجري وراه لكنه كان سريع. فبيقطعوا صوت كاين وهو بيضحك وبيقول له بقى انت جريت وراه وهو خاف منك، بس شكلك قيود خالص وما بيخوفش. فبيتضايق منه وبيقول له انت مين، فبيعرفه انه صديق للينكولن وانه مستنيه. فالرجاله بتبص لتون وبيقولوا له انت تعرف الراجل اللي انت جريت وراه ولا لا؟ فبيقول لهم كان بيجري اكيد ما شفتش وشه. ساعتها كاين بيجيب اخره وبيقول له انت كذاب، انت اللي جريت اصلا وانا كنت واقف. وبنرجع بالزمن وبنشوف روك وهو واقف مع تون وبيشوف راجل بعيد، والراجل ده كان كاين وبيكون معاه فاس. فروك بيقرب منه عشان يخليه يمشي، بس كاين بيقوم معاه بالواجب وبيخلص عليه بعد ما يقطع له ايده. وبنشوف تون بيطلع يجري ساعتها، وهنا الكل بيعرف ان ده الشخص اللي قتل روك. فالحراس بتدخل بسرعه عشان يضربوه لكنه بيضربهم وبيخرج بندقيته وبيضرب طلقه تحذير في الهواء. هنا الكل بيجيب ورا، وساعتها بيخرج هايد زعيم العصابه من اوضته فبيثبته هو كمان وبيقول له ضم جنب اخواتك، وبيطمن ان مفيش حد تاني في الاوضه وبيقفلها. ساعتها هاين بيقول له انا بشبه عليك، ولما بيركز بيعرف انه كاين اللي كان شغال معاهم، وبيعرفوا لبقيه العصابه وبيقول لهم ان هو ده اخو لينكولن زعيم العصابه، بس شكله اتغير حبتين بعد ما اتسجن 7 سنين. فواحد منهم شيطانه بيوزه وبيهجم عليه ولكنه بياخد طلقه في رجله وبيريح، ودي كانت الطريقه الوحيده اللي بيعرف بيها الرجاله انه مش جاي يهزر. وبعدها بياخد منهم تليفوناتهم عشان محدش يتصل بالشرطه، وكمان بيخرج كيس فيه ايد روك صاحبهم اللي قتله وقطع ايده، وبيعرفهم ان ده هيكون مصير اي حد فيهم يفكر يعمل حاجه. وبيضرب هايد وبيقول له كلم بقى اخويا علشان يجي يكمل الحفله معانا. فبيخرج تليفونه وبيتصل بيه وبيقول له ان في شغل في الحانه وانه لازم يجي فورا. وكان بيقول له انت اللي حولتني الوحش انت واخويا بعد ما كنت محترم. وبنرجع فلاش باك 7 سنين علشان نفهم ايه اللي حصل له بعد ما راح لاخوه لينكولن، وبنشوف انه كان مع صحابه اللي كانوا زعلانين جدا من كاين، وده بسبب انه كان في قتال وكلهم كانوا مراهنين عليه انه يخسر، لكنه للاسف كسب وخسرهم فلوسهم كلها. وبيقول لهم انا كنت عايز الحوار يبان حقيقي بس وسع مني وموتت الواد من الضرب وكسبت. وبيقول لهم انا عايز فلوس اراهن بيها على مقاتل تاني وهرجع لكم فلوسكم، ولكن اخوه مش بيوافق يديله فلوس الا بمقابل. ومع ان كاين مش عايز يشترك في الشغل الشمال بتاع اخوه فبيقول له مش عايز اشتغل معاك، لكنه بيقدر يقنعه انه شغل بسيط ولازم يروح يقابل هايد وهو هيعرفه هيعمل ايه. فبيروح يقابله وبيطلع هو كمان كان مراهن عليه وخسر، وبيقول له لو عايز اخوك يديك فلوس هتعمل المهمه دي. وبيقول له ان في واحده اسمها ليدل وانها هتيجي تاخد كيس من المكتب ومهمتك انك تروح وراها وتاخد منها الكيس وخلاص. فما بيكونش قدامه حل غير انه يوافق، وفعلا بيروح وراها لكن للاسف بيتقبض عليه وبيدخل السجن، وبيبقى مصدوم لانه عمره ما عمل جريمه ودلوقتي بقى وسط اخطر المجرمين والسفاحين. ومن اول يوم واحد ضخم بيعمل معاه مشكله وبيفضلوا يضربوا في بعض، وكمان رجالته بتيجي وكانوا هيموتوا كاين لولا انه قدر يلحق نفسه، بس لانهم اكتر منه قدروا يضربوه وراسه اتصابت. وفي مستشفى السجن الدكتور عرفه انه عنده كسر في الجمجمه وكمان سنانه كلها اتكسرت، وبسبب ده الجروح اللي في وشه بقى شكلها مخيف جدا. حتى لما والدته كانت جايه تزوره بتبقى مصدومه ان ابنها المحترم اتحول لوحش مره واحده، فبيسالها عن اخوه لو كان قال لها اي حاجه، فبتقول له انه قال عليك ان انت اللي دخلت نفسك في المشاكل
المشاكل دي، فبيتضايق جدا لان اخوه السبب في انه يدخل السجن، وبيطلب منها تقول له يجي علشان يشوفه، لكن لينكولن مش بيعبر اخوه، علشان كده بيبدأ يتمرن ويقوي جسمه علشان يقدر يعيش في السجن ده وسط المجرمين والبلطجية ويقدر يدافع عن نفسه كويس. واول ما بيخرج من الزنزانة اتنين بيهجموا عليه بالاسلحة وبيجرحوه في وشه وهو بيدافع عن نفسه وبيقدر يضربهم، لكن مدير السجن بيزود عليه العقوبة، فكاين قرر يبقى اقوى وفضل يتمرن اكتر علشان يقدر يعيش في السجن، واي حد كان بيحاول يجي على سكته كان بيتضرب. وبنشوف انه بقى قوي جدا وبيمسك واحد فيهم قبل ما الحراس تيجي وبيعرف هم عايزين يموتوه ليه، والصدمة اما بيعرف ان اخوه هو اللي عارض 200,000 دولار على اللي يخلص عليه جوه السجن. وهنا بقى كاين بيتجنن لان اخوه هايد مش بس سجنوه، لا وكمان عايزين يخلصوا عليه عشان ما يعترفش على حد فيهم، فبقى هو اللي يهجم على اي حد في السجن قبل ما يهجموا عليه لانه خلاص عرف ان راسه عليها فلوس كتير، فبدأ يقاتل بكل قوته عشان يعيش. وبنشوف شخص بيجي من وراه وبيرميه بميه مغليه علشان وشه يتشوه، ولكن بطلنا بيفضل مكمل معاه القتال لحد ما حراس السجن بتيجي تاخده، وبنشوف ان وشه كله بقى جروح وتشوهات، حتى مدير السجن مش بيرحمه وبيزود له العقوبه كمان 2 عشان هو مذنب. وده بقى روتين وحياه كاين في السجن، يتدرب ويخرج يحارب اعدائه وبعدها يروح لمدير السجن اللي بيمدله فتره العقوبه، ولكنه ما بقاش يرحم اي حد يقرب منه وبقى فعلا اخطر واحد في السجن. ومش بس كده، بقى بيضرب حراس السجن ومش همه اي حد، وبقى عايش يتدرب على الرجاله في السجن علشان لما يخرج يقدر ينتقم. وفي الزياره اللي بعدها والدته بتجيله وبتعرفه انها مصابه بمرض السرطان وانها ما بقاش قدامها كتير على الموت، فبعد الزياره بيبدا صاحبه يهديه شويه عشان يقدر يخرج ويعيش معاها اخر عمرها، لكن المرض كان اسرع منه وماتت قبل ما يطلع من السجن، علشان كده بياخدوه للمستشفى يشوفها ومعاه الحراس لانه بقى يعتبر مجرم خطير. وفعلا بيستغل الفرصه وفي الاسانسير دور الضرب في الاتنين وخلص عليهم وهرب بسرعه من المستشفى لحد ما وصل للحانه. وبنرجع للحظه اللي واقف فيها مثبت هايد ورجالته ومستنى اخوه اللي باعه، فهايد بيقول له ما كنتش اعرف انك خطير قوي كده، فبيقول له من يوم الكيس اللي قلت اسرقه من ليدل وانا حياتي اتغيرت. وبنرجع بالزمن مره تانية لما كان بيراقب ليدل وجري وراها خد منها الكيس وهرب، وهي ساعتها جرت وراه وللاسف جت عربيه خبطتها وبتموت قدام عينيه وهو مصدوم. وهنا الشرطه بتوصل وبتقبض عليه في الوقت المناسب، والظابط اللي بيحقق معاه بيعرفه ان اخوه هايد مجرمين وقتلوا ناس كتير قوي عارفه حقيقتهم ومنهم ليدل، وانهم بيعملوا خطه علشان يقتلوا الناس ويبان انهم بيموتوا بحوادث لكنها بتبقى حوادث مدبره عشان يموتوهم قبل ما يفضحوهم. وهنا كاين بيعرف ان اخوه قتل ليدل قصد، وده كله ما كانش مجرد صدفه، والمحقق بيقول له لازم تعترف على اخوك لانه قتل اكتر من 150 شخص ومفيش اي ادله لانه كل اللي موتهم كانوا حوادث زي دي. لكن كاين مش بيعترف على اخوه، فالظابط بيقرر ياخده على غرفه الاعتراف وبيقول له لا تعترف بالذوق او بالعافيه، فكاين بيرد عليه بيقول له ولا كده ولا كده. وهنا الظابط بيفضل يضرب فيه بكل قوته عشان يعترف، بس كاين بيبقى واخد القرار انه يفضل ساكت وبيتحبس في النهايه. وبنرجع للوقت الحاضر وهنا اخوه بيوصل للحانه وبيشوف كاين وهو مثبت صديقه هايد، فبيقول له الحمد لله على السلامه، فكاين بيرد عليه وبيقول له اركن جنب اصحابك، وبيفضل يلومه لانه بسببه اتسجن وفي السجن كان هيموت 6 مرات وخد طعنات كتير واتحول وبقى شخص تاني، وده كله علشان اخوه عرض على راسه 200,000 دولار. فلينكولن بيقول له انا عملت كده فعلا بس علشان عرفت انك اعترفت عليا، لكن كاين زي ما احنا عارفين ما اعترفش ولا حاجه، واللي وصل له المعلومه دي هو الضابط اللي كان بيضربه. وهنا بتكون صدمه لينكولن اللي كان عايز يتصل بالضابط ويخلص عليه، لكن كاين بيقول له انه مش هيرد عليك. وبنعرف ان كاين بعد ما خرج من السجن قرر يتخلص من الضابط اول واحد وفضل ماشي وراه لحد ما وصل لحانه الضابط كان شغال فيها بعد ما ساب الشرطه وخد فلوس من اخوه. ولما بيشوفه بيستعد علشان يخلص عليه وبيقول له ان الاخبار هتقول ان ضابط سابق موت مسجون هرب من السجن وساعتها هاخد وسام، وبيبدا يضرب فيه بكل قوته وصاحبنا بيرد عليه بكل قوته برضه لان المره دي ما كانش متكتف زي اللي فاتت. وبعد معركه طويله ما بينهم هما الاتنين بتخلص بانه قدر يضربه بالشاكوش ويخلص عليه. وبنرجع تاني للوقت الحاضر بعد ما اخوه سمع كل ده وبيقول له انت بقى طالع من السجن مش شايف حد قدامك غير الانتقام، وبيحاول يفكروا بامهم وانهم اخوات وده طبعا عشان ما يقتلوش، فبيقول له ان امك ماتت وانت ما تعرفش عنها حاجه ولا شفتها اصلا وانا اللي جيت من السجن علشان اشوفها، فبيقول له بكل بجاحه ان الدنيا مشاغل بس انا اللي كنت بدفع لها فلوس العلاج
العلاج لانها ما كانش معاها، والشغل ده هو اللي صرف عليها لانك طبعا كنت في السجن بسبب الست اللي ماتت وهي بتجري وراه. ولكنه ما يعرفش ان كاين عارف الحقيقه ودي كانت حادثه مدبره، وبيقول له على كل اللي قتلهم بنفس الطريقه دي وقال انها حادثه. فبيتدخل هايد وبيقول له كان لازم يموتوا ولازم نجيب واحد زيك هو اللي يلبسها. ساعتها بيديله طلقه في دماغه وبيخلص عليه، وقبل ما حد يتحرك من مكانه بيرجع يرفع في وشهم البندقيه علشان محدش الشيطان يوزه ويفكر يهجم عليه. واخوه بيرجع يقول له انا كنت هديك نص ثروتي، فبيقول له الثروه دي اللي سرقتها من الناس الغلابه زي ليدل اللي ماتت. انا بقى عايز اقول لك حاجه. وبنرجع فلاش باك وبنشوفه وهو رايح لستوكس محاسب اخوه اللي اول ما شافه اترعب وجري مسك البندقيه، لكن صاحبنا كان اسرع منه وخدها، وبيقعده عشان يتكلم معاه علشان يخليه يحول كل الفلوس اللي في حساب اخوه. وفعلا تحت التهديد عمل كده وخلى اخوه على الحديده وحسابه صفر، وخرج من السجن علشان يموت اخوه. وبيقول له انا مش عايز حد غيرك، والرجاله دي لو عايزه تهرب تهرب، لكنهم بيفضلوا مع زعيمهم. فبيقول لهم انتوا اللي اخترتوا. فتون بيقول له طب ممكن اخلع انا علشان ماليش في الجو ده، ولينكولن بيقول له انت كده كده هتموت. واما كاين بيتشغل بكلامه لينكولن بيدي اشاره لبيز اللي وراه، فبتجيب ازازه خمره وبتديله بيها على دماغه، وساعتها بيهجم عليه. فبيدي واحد فيهم طلقه وبيبدا يستخدم ايده. بعدها بيز بترمي لهم اسلحتهم عشان يضربوه، وكل واحد فيهم بياخد حديده وبيهجم عليه، بس هو بايده كان اقوى منهم بسبب الظروف اللي مر بيها في السجن، وبيمسك خشبه وبيفضل ينزل فيهم ضرب. وهنا تون بيخرج بسرعه وهو مرعوب، والباقي مش عارفين يسدوا مع كاين لحد ما واحد ضخم بيضربه وبيقدر يوقعه على الارض. لكن كاين بيقدر يسيطر على الموقف وبيقوم يضربه، وبيلاقي واحد تاني جاي عليه، لكن في اللحظه اللي وصل فيها تون اللي جاب سلاح وضرب نار على صاحبه وموته. وهنا كاين بيجري عليه يضربه وبياخد منه السلاح وبيموت اي حد يجي في وشه لحد ما الذخيره بتخلص، وبيرجع تاني يضربهم بايده، وبكل عنف بيموتهم واحد ورا التاني لانه عارف ان دي خلاص النهايه. وبنشوف واحد جه من ظهره وطعنه بسكينه، فبيتجنن اكتر وبيمسكه وبيخلص عليه بيها، ويخلص على اللي بعده واللي بعده، ولوحده قدر يضرب كل رجاله اخوه. وبعدها بيروح له على البار وهو بيضحك وبيقول له شفت انا بقيت عامل ازاي بعد ما دخلت السجن؟ الرجاله بتاعتك دي بالنسبه لي ورق، بس قول لي ليه عملت معايا كده؟ فبيقول له الصراحه الناس كانت بتحترمني عشان بقول لهم راهنوا عليك، بس انت كل مره كنت بتكسب وده شكك الناس فيا، ومحدش بقى يحترمني وخسروا فلوسهم بسببي، علشان كده كان لازم اتخلص منك. وبيمسك البندقيه بتاعته وبيضربه، بس بتطلع ما فيهاش رصاص. فبيضحك كاين لان اخوه غبي ونسي انه ضرب الطلقتين قدامه، فبيديله سكينه عشان يخلص عليه بيها، بس كاين بيمسكها منه وبيطعنه بيها وبيخلص عليه، وبتفضل عينه في عين اخوه اللي بينزف لحد ما بيموت. وبيسيب بيست يروق الفوضى اللي عملها وبيخرج وهو متدمر لانه كان في معركه شرسه. وبعدها بنعرف انه لما راح للمحاسب بتاع اخوه وخد الفلوس كلها ما كانتش ليه، لانه رجع كل الفلوس اللي اخوه خدها من الناس نصب علشان ما حدش فيهم يتحول لوحش زيه، لان اللي عمل فيه كل ده هو احتياجه للفلوس. وبكده بنوصل لنهايه الفيلم. ولو لسه بتتفرج لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك، وده لو الفيلم عجبك. سلام.